كما دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة بالرباط أمس، دعا المستفيدين السابقين من نظام المساعدات الطبية رميد الذين لم يتوصلوا بعد برقم تسجيلهم في التأمين الإجباري عن المرض، دعاهم إلى الاستفسار عن الأمر عبر قنوات التواصل الموضوعة رهن إشارتهم. لا غير مرة الحكومة عبرت على أنه ما كاين حتى شي مساس بالمكتسبات اللي كاينه عند الناس اللي كانوا كيستافدوا من الرميد. ما كاينش. الناس اللي كانوا كيستافدوا من الرميد كيمشيو للمستشفيات العموميه وكيستافدوا من نفس الخدمات اللي كانوا كيستافدوا منها. هذا مكتسبات الرميد ما تقاسش. شنو الجديد؟ هو الناس الرميد ما غيبقاوش في هذاك النظام اللي حنا متفقين كاملين المغاربه. من اعلى هرم الدوله صاحب الجلاله في الخطاب ديالو 2018 كيتكلم على الاختلالات اللي في النظام الرميد. الادنى مواطن كيتكلم على الاختلالات اللي كاينه في النظام الرميد، بانه النظام ما تيعطيناش واحد العداله في الولوج للعلاج لابناء الفقراء. دابا اليوم شنو اللي تغير؟ واش حينت هذا الاصلاح اليوم بدا كيقبض طريقه خصنا نقولوا الرميد مزيان؟ الرميد ما مزيانش. خصنا نتفقوا بان الرميد ما كانش كيحقق العداله. لكن هذه الحكومه هذه كانت عندها الجرأه باش تنفذ الاجنده الملكيه المتعلقه بالاصلاح وتعميم التغطيه الصحيه على عموم المغاربه. قلنا ما كان يستفيد منه هاد الناس ظلموا مازال كيستافدوا منه في المستشفيات العموميه. شنو الجديد؟ الجديد هو تعطات لهم امكانيه انهم يمشيوا للقطاع الخاص بحالهم بحال جميع الاجراء وجميع المواطنين، وهذا عنده كلفه، والكلفه تؤديها الحكومه وتؤديها الدوله. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.